طلائع الجيش طبعا والتعادل وخساره نقطتين. ان شاء الله نقول لحضراتكم على تشكيله الفريقين. عموما الزمالك هيبدا بالزي الاخضر النهارده على يمين الشاشه، ونادي المصري هيبدا على يسار الشاشه بالزي الابيض. المره دي ابدا لصالح نادي الزمالك عن طريق الفنان شيكابالا. شيكابالا كره اماميه، يا سلام الماتش ده لو في هدف مبكر، هوبا تحضير لتسديده جميله، لكن في الاخير حسن مصطفى يمشي الكره على طول تاني لاحمد شديد قلاوي، جاي يلعب الكره بالشمال عشان تعمل اللفه. شديد قلاوي خطيره جدا والهدف الاول، خطيره جدا والهدف الاول، جميله جميله يا ولد يا ولد يا ولد. يسجل النادي المصري البورسعيدي اول هدفه عن طريق الياسر. محاوله التعادل للزمالك، يولع المباراه، هوبا محاوله تعادل ضعيفه، لكن في الاخير عن طريق اللاعب عمر جابر. لعيبه الزمالك عاوزه تسجل من كره ثابته خطيره جدا. الزمالك يبحث يا ولد يا شناوي، يا سلام عليك يا شناوي. العميد حسام حسن رمي التماس على طول، حسام حسن اللاعب، تتلعب الكره خطيره، عبد الواحد خرج خطا جدا وكان ممكن يكلف فريقه جول تاني. مرمى الزمالك 43 دقيقة، محمود عبد الحكيم من كرة ثابتة خطيرة فيها تاكتكس جميل، ولكن يطلع دفاع الزملكاوي. يا سلام يا ولد العيب. محمود عبد الحكيم ناشئ من ناشئ الاهلي ده، بتروجيت محطة كرة عرضية جميلة جدا، عالمي يا ولد يا ولد على الدرس، يا سلام يا ولد على المصري، مش ممكن. جملة هدف من اجمل اهداف البطولة، هدف من احلى واجمل اهداف الدوري، وترجمه لعيبه كبار هم لعيبه المصري البورسعيدي. بص شوف المصري احمد فوزي التسديده، لكن على طول عاليه، ثم الوصول الى هذه الليله لمقابله النادي المصري. اذا انطلاقه زملكاويه، محاوله عن طريق حسين ياسر جميله، لكن على طول عاليه وركله مرمى. خطير ده ولد ده ولد ده خطيره جدا، شديد خطير، لكن على طول ركله ركنيه، لا في مقهى لا في مقعد لا في استديو، خطيره جدا. شيكابالا شيكابالا وابو هو الشناوي الحضر الجديد اهو. شيكا الخطير، شيكا يبحث تاريخ الزمالك، ممكن شيكابالا يدور، عاوز يلعبها في العمق، ممكن محاوله، لكن على طول عاليه. واحمد الزمالك اللي مركزه لابد دائما يكون في البطولات الافريقيه، دائما يعانق الالقاب المحليه والعالميه، يبحث الان عن هدف حتى وحيد في مرمى بورسعيد. يضغط تاني على طول ابو كونيه، اخر فرصه للزمالك، 2-1 افضل من 2-0. يضغط تاني احمد شديد قناوي، الرجل المباراه ابن شديد قناوي، احد نجوم فريق المنيا السابقين والمنتخب المصري، ممتاز. ان كان هناك رجل المباراه فهو الطاقم التحكيم المصري، ممتاز.